جربنا منتجات غريبة جدا من امازون، صانع ماسكات البشرة، تكييف المحمول، حامل الموبايل على الرقبة، ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. الجهاز ده فكرته عبقرية، تحط له اي عصير طبيعي حوله لك لماسك بشرة. الناس اللي هم بيحبوا يستخدموا الحاجات الطبيعية دي على بشرتهم هيتبسطوا قوي بالموضوع ده. طيب نبدأ كده الخطوات واحدة واحدة. قال لك ايه بقى؟ بتعاير بالظبط 60 مللي مية. طبعا الكوباية اللي انتوا شايفينها دي جاية معاه، نحط فيها كده ايه لحد علامه 60، نحط الميه، وعلى الميه بنحط 20 مللي عصير. نستخدم احنا في الاول عصير رمان عشان مفيد للبشره. واخر حاجه في الموضوع بنستخدم واحده من الكبسولات دي اللي جايه معاه، بيجي معاه حوالي 32 كبسوله، ودي الجيلاتين اللي بيخلي ميكس العصير مع الميه يتحول للماسك اللي بيجمد في الاخر. فنقفل بقى كده، وبعدين ندوس على زرار الباور، بنسيبه حوالي 5 6 دقائق ياخد ويدي مع نفسه كده، والميكس يتخلط مع بعضه مع الجيلاتين. وبعدين نيجي للحظه الحقيقه، ندوس على الزرار ده، الماسك نزل في التري، محتاج له بس دقيقتين كده ولا 3 لحد ما ينشف ونبتدي نجربه. ده شكله اهو، نشف في حوالي 5 دقايق. نبتدي بقى ايه، نستخدم المعلقه الصغيره دي اللي جايه معاه عشان نطلعه من القالب ونجربه. هو يعني ايه بيطلع بسهوله جدا، حقيقي وطبيعي 100%. هو بس تقيل شويه عن الماسكات اللي هي الشيتس دي اللي بنشتريها من بره، بس برضو بما انه ماسك طبيعي 100% معمول في البيت، معمول في 10 دقائق، مكونات انت ضامنها، حاجات انت عارفها، طبعا يعتبر اختراع فعلا. بالتالي مقاسه مناسب للوش، اغلب الوشوش يعني. طبعا عشان القالب اللي معمول فيه ده هتلاقي فتحات الوش والمناخير والبق، كل حاجه تمام زي اي ماسك هتشتريه. هو بس موضوع انه تقيل شويه ده بيخليه سهل يتقطع، يعني لو مسكته من حته وسبته من حته ممكن يتقطع منك، لانه فعلا وزنه تقيل غير الماسكات بتاعت بره. بس برضو كتجربه في البيت تخليك متاكد وعارف كويس قوي انت حاطط ايه على وشك، تستاهل جدا تجربه. تعالوا كده في السريع نجرب مره تانية مع عصير البرتقال. نطلع بقى ماسك البرتقال كده من القالب، في 10 دقايق بقى عندنا ماسك فيتامين سي طبيعي 100%. طيب اللي عجبني في المنتج ده مش بس فكرته، الفكره طبعا عبقريه وكل حاجه، بس اللطيف ان هو معاه كل الحاجات اللي محتاج تستخدمها. يعني مثلا الفرشه دي بتنضفوا بيها لو في حاجه من الجيلاتين دي واقفه في النص، بيجي كمان كبسولات الجيلاتين، بتيجي الكوبايه اللي بتعاير بيها، المعلقه اللي بتطلع بيها الماسك، كل حاجه. المنتج ده سعره 900 جنيه، عملي جدا بالنسبه لي، هدخله قائمه تمام. الشيء اللي انتوا شايفينه ده المفروض ان هو اختراع عبقري، بس هو بصراحه لما جربته يعني خيبه امل فظيعه. هو عباره عن حامل موبايل تلبسه كده ورا رقبتك، بحيث الموبايل يبقى قدامك من غير ما تمسكه او تتحرك او حاجه. فتعالوا اوريكم كده على طول الموضوع باختصار. طبعا هو مرن جدا عشان تعمله على حسب مقاسك زي ما انت عايز. بعدين تحطه كده حوالين رقبتك، فتلاقي انه الموبايل في بقك تقريبا. انت يعني مفيش اي فرصه انك تتفرج على حاجه، يعني لو نزلته لتحت عشان يبعد عنك شويه فالموبايل بقى تحت مستوى نظرك، ولو طلعته لفوق فانت الموبايل في عينك وفي بقك وكل حاجه. هي عموما الفكره مش وحشه، بس التنفيذ سيء جدا، سواء في الماتيريال نفسها او في حساب المقاسات بتاعتهم. الموضوع قلش منهم خالص. عندك اول حاجه الماتيريال ضعيفه، وفي نفس الوقت في سنه خطوره كده في استخدامه. اول مره جربته قبل التصوير كنت بشد دي كده لورا، فردت في وشي بشكل مؤلم جدا. المنتج ده سعره 70 جنيه، وطبعا هدخله قائمه اي كلام. البرطمان ده عباره عن لمبه بتشتغل بالطاقه الشمسيه. في هنا فوق كده في الغطاء بتاعه خليه طاقه شمسيه صغيره قوي، يعني 4 سم في 4 سم. الفكره انك بتسيبه طول النهار معرض للشمس على طول، واول ما الدنيا تضلم بينور لوحده. فانا سبته حوالي ساعه ونص ساعتين كده يشحن في الشمس. والاختبار بقى انه اول ما بحط ايدي عليه كده بيحس ان الدنيا ضلمت او مفيش مصدر اضاءه جاي عليه، بيبتدي ينور لوحده. برضو لو جربنا نطفي النور كده اللي حوالينا عشان تشوفوا شده الاضاءه عامله ازاي. دلوقتي احنا طفينا نص النور، هو لسه طبعا ما حسش بالموضوع، حاسس ان في لسه مصدر اضاءه. نطفي بقى كل الانوار. اللحظه بالظبط اللي النور ضلم فيها اشتغل لوحده. طيب هي الفكره حلوه جدا، فكره ان يبقى عندك حاجه بتنور بالطاقه الشمسيه فتستفيد من الحر اللي احنا فيه ده ومن الشمس اللي طالعه طول النهار. بس المشكله ان النور بتاعه ضعيف قوي، يعني ما تقدرش تعتمد عليه كنور مثلا في الاوضه ولا في المكتب ولا حاجه. هو برده معمول اضاءه خفيفه كده بحيث تبقى ديكور بالليل مثلا في اوضه نوم ولا حاجه، تبقى عامله لك نور شبه نور السهريه كده. فبالنسبه لي الفكره حلوه، حتى برده الجوده مش وحشه. سعره 195 جنيه، لطيف، وبالنسبه لي هدخله قائمه تمام. دي مروحه اصغر من كف الايد، سعرها 66 جنيه، ولما اشتريتها كنت فاكر انها بتشتغل مثلا بيو اس بي او حاجه تحطها كده قدامك فتهوي لك والحاجات اللي احنا عارفينها دي. بس المفاجاه انها بتشتغل بالايد، يعني بشكل يدوي تماما. تفضل تدوس عليها كده عشان تعمل لك هواء. الهواء بتاعها مش وحش، يعني لما بتحطها قدامك على طول فعلا، يعني لو الدنيا مكتومه قوي بتهوي وكل حاجه. بس فكره ان انت تفضل طول العمر بقى بتعمل كده كده كده، دي حاجه مزعجه جدا. الصوت مزعج، مزعجه للايد، موضوع مش منطقي ومش عملي خالص. فبالنسبه لي المروحه دي هدخلها قائمه اي كلام.
اللمبه دي تبان عاديه ما فيهاش حاجه مميزه خالص، بس الحقيقه ان الجزء اللي في النص ده سنسور، اول ما بيلاقي حركه حواليه بينور لوحده. طيب ايه بقى الهدف من الموضوع ده؟ باختصار المفروض انك بتحطها في مكان زي مثلا الدولاب، بحيث لما تفتح بالليل او في اي وقت تنور لك المكان، او مثلا في حمام بحيث لو صحيت بالليل ولا حاجه ما تقعدش بقى تدور على مفتاح الكهرباء. فهتلاقي في الظهر هنا جزء مغناطيس عشان لو عايز تحطها على حاجه معدنيه، وفي نفس الوقت الجزء المغناطيس ده عباره عن لزق، لو شلت الاستيكر اللي هنا ده تقدر تلزقها في اي سطح بقى، خشب، حيطه عاديه، اللي انت عايزه. فنبدا نجرب على طول. طبعا هي بتشتغل بالبطاريات اللي هي الصغيره خالص بتاعت الريموت دي. نفتح كده، نحط كل بطاريه في مكانها. طيب هي امتى بتنور؟ بتنور لو الدنيا ضلمه وفي حركه بتحصل في مكان قريب حواليها على بعد مثلا 30 40 سم. فاحنا هنطفي دلوقتي الانوار، ابتدي كده اعمل اي حركه قدامها عشان نشوف اولا هي بتنور ولا لا، وثانيا النور ده شدته قد ايه. دلوقتي احنا طفينا النور، طبعا مش شايفين اي حاجه. ابتدي اعمل اي حركه قدامها، نورت فعلا. طيب هي في اطار انها لمبه اماكن ضيقه، يعني مثلا تنفع في دولاب، تنفع في ارفف مطبخ، لطيفه جدا، هتخليك تشوف الحاجات على الاقل انت بتعمل ايه، بس في نفس الوقت مش هتنور لك اوضه. بالنسبه لي اهم حاجه هقيم عليها هي فكره الموشن سنسور، فكره ان انت لما بتتحرك قدامها او بتعدي او حاجه بتنور لوحدها. اللمبه دي سعرها 155 جنيه، بالنسبه لي هدخلها قائمه تمام. ده بقى تكييف محمول مش مروحه، فيه شويه اوبشنز كده. عندك اولا الدرج ده ممكن تحط فيه ميه بتلج، فالهواء اللي طالع ده يبقى ساقع شبه التكييف كده. في اوبشن كمان الحته دي لما تطلعها لفوق كده تلاقيها بقت مرايه. هو اوبشن مش مهم قوي، يعني المهم الهواء اللي بيطلعه مش انك تتفرج على نفسك فيه. بس في المجمل باين قوي الخامه بتاعته مختلفه عن كل الحاجات اللي جربناها، حتى الخامه بتاعت الريش دي بتاعت الزراير باين ان هو اجود شويه من الحاجات المنتشره في السوق. فتعالوا كده نجرب. هحط بقى هنا ايه شويه ميه وشويه تلج، بعدين نقفل كده ونبتدي نشغل. دي الدرجه الاولى، شوف كده الثانيه، الثالثه. طبعا باين عامل صوت مزعج شويه. طيب زي ما انتم شايفين كده احنا مشغلين الدرجه الثالثه بتاعه الهواء، وهي درجه معقوله جدا. المنديل بيطير لما تحطه قدامها، وهي عامه يعني الهواء المحسوس بتاعها لطيف مش وحش. المشكله بقى ان الدرج ده لما بيبقى فيه ميه الموضوع مش عملي خالص، يعني انت بمجرد ما تهز الدرج يمين وشمال كده تلاقيه بدا يسرب من هنا. الهواء رغم انه قوي بس مش ساقع، يعني الحاجات التلج والميه اللي حطيناهم تحت دول مش عاملين اي تاثير خالص. الحاجه الثانيه بقى المفروض ان في اوبشن هنا لما تطلع المرايه دي بعدين تفتح الباب ده، الدايره اللي انتم شايفينها دي المفروض بتطلع زي رذاذ كده او حاجه بتلطف الجو من التلج والميه اللي تحت. طبعا احنا شغلنا الزرار بتاع الاوبشن ده، مش حاجه بتطلع من هنا. الهواء اللي جاي ده كويس قوي بس مش ساقع. فلو هتجيبوا المنتج ده هو سعره 550 جنيه، فانا في الاخر هقيمه على انه مروحه عاديه خالص وهدخله قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزيننا نجرب منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.